يعني يمكن استاذ احمد قبل التقرير وفي كل اجاباته قال حوالي 3/4 الكلام اللي طلبته الجماهير. يعني هو يمكن استاذ احمد رد على الجماهير قبل ما تشوف التقرير، ودي حاجه جميله. يعني باين ان النيه واحده، وان المصلحه واحده، وان الهدف واحد، وان المجلس ده عايزه هو فعلا اللي الجماهير عايزاه. يعني من اهم الحاجات اللي قالت عايزين تحديد حاجه زي خارطه الطريق هنمشي عليها، ايه الخطوات اللي هنعملها، عوده زمن الكروي الجميل، توفير موارد للنادي، حاجه مهمه جدا. واحد اللي عايزين ندعم ب3 لعيبه او 4 لعيبه. هو ده. لا، وقال كمان عدم التفريط في نجوم النادي، كفايه اللي راح. تعليق حضرتك على الموضوع؟ ما هو ده نفس الكلام اللي قلت لحضرتك. حضرتك قلت الكلام ده في البدايه ساعتك. وبعدين انا يعني جميع المجالس او معظم المجالس اللي فاتت معذوره زي ما قلت لحضرتك، لانها كان ما عندهاش موارد بتجيب من المحافظه او من المجلس القومي للرياضه. ما عندهاش غير كده، او الاعانات او التبرعات. النهارده المجلس ده يعتبر اسعد حظا لنا فيه حاليا من المجالس السابقه، علشان المشروعين اللي نمره 2 المشروعين اللي احنا شغالين فيهم، نمره 3 وراهم في ظهرهم المهندس محمود عثمان والمهندس ابراهيم عثمان، وانا بوجه لهم الشكر والتحيه من برنامج حضرتك جميل. على ما بيقدموه معانا. يعني مثلا مثال، المهندس ابراهيم عثمان النهارده بيعمل الفندق على حسابه، على نفقته الخاصه من جيبه الخاص، تجديد فندق اللعيبه بالكامل، السيراميك، الدهانات، التغيير، وفي الغالب المفروض يخلص قبل ما يرجعوا من الكويت. الرحله بتاعت الكويت انت عارف عندنا شغلنا الشغل ان احنا نوفر المرتبات الناس، لان بكره بعد بكره واحد. تمام. خدت بال حضرتك؟ جاب اطقم ملابس كامله على نفقته الخاصه للاعيبه وللجهاز كله، للبعثه كلها. يعني الناس المجلس احنا رحله الكويت هناخد منها فلوس حوالي $35,000 لسه ما خدناش حاجه، لسه احنا لسه عاملين التعاقد النهارده ولسه هيجيبوا الفلوس. انا بقول لحضرتك يعني ده هو حصل ومن نفقته الخاصه برضه يعني. والمهندس محمود برضه ورانا، والعميد محمد ابو سعود. صراحه يعني المجلس ده اسعد حظا من المجالس السابقه. طب يعني نقدر نقول المطالب اللي شفناها في التقرير دي مش صعبه انها لا مش صعبه، لا مش صعبه اطلاقا، مش صعبه وشغالين عليها. لو يا حضرتك لو المشروعين بتوع الهايبر ماركت والخط التليفون المحمول ده لو كل اللي لهم نجاح ان شاء الله، زي ما قلت لحضرتك في بدء حديثي، جميع المجالس اللي جايه للاسماعيلي بعدين هترتاح. هو النادي عامه لان عنده مورد ثابت، مش هيقعد بقى يشحت من المجلس القومي للرياضه ولا يروح للمحافظ يقول لك ده دعمنا. واحنا برضو بالمناسبه برضو بوجه التحيه والشكر للسيد اللواء محافظ الاسماعيليه اللواء جمال امبابي. المقابله بتاعته لينا كانت مقابله طيبه جدا، استجاب لكل طلباتنا ووعد بتدعيم النادي بمبلغ 250,000 جنيه فورا. انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده، هم 200 ولا 250 الاول؟ هو ساعتها كان 250 بس هو ماشي لسه ما جاش المبلغ، لما يجي هقول لحضرتك كان 200. طب احنا كنا طلبنا مليون جنيه وكانت رفضوا؟ لا ما طلبناش حاجه. هو طلبنا بس دعم للنادي. هو اللي هو محمد ابو سعود واحنا في القعده قال له احنا محتاجين بس 250 جنيه بتاع قبض الناس، لان احنا لسه 250,000 لان احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما بقالناش شهر لسه يا استاذ احمد. في الغالب ده ما ده انا قلت في الاول الانتخابات كانت 31/8 يا استاذ احمد، النهارده ما جبناش لسه 31/9. ما فيش 30 او 30/9 يعني. فده هيكون على الاقل مرتبات الناس. حضرتك لسه تقول ان بعد بكره واحد او قريب، فعلى الاقل مرتبات فهو ده التشيك ده او الدعم ده من المحافظ هيكون سند للموضوع المرتبات مبدئيا. طيب عندي خبرين هقولهم لحضرتك سريعا واتمنى تعليق حضرتك عليهم. الخبر الاولاني خاص بمسعد عوض. لا تلوموني اذا رحلت والاسماعيلي لم يقدرني حتى الان. اكد الحارس مسعد عوض ناشئ الاسماعيلي حرصه على البقاء في الاسماعيلي خلال المرحله المقبله، والعمل على التوقيع للدرويش رسميا مع بدء المفاوضات مع وكيل اللاعب الذي اجتمع بمسؤولي الاسماعيلي. وقال اللاعب ان ارتديت فانيله الاسماعيلي وانا في سن العاشره، ولم احصل على اي اموال من النادي الاسماعيلي حتى الان، مع الاعتراف الكامل بفضل هذا النادي الكبير على شخصي وعلى معرفه الناس بي ووصولي لمنتخب الفراعنه. ايه مشكله مسعد عوض؟ شوف حضرتك، انا يعني بوجه كلمه من برنامج سعادتك. انا بقول او بطمن جميع اللاعبين اللي هيحل عليهم الدور في التجديد، تمام، واللاعبين الموجودين في النادي، بان النادي مش هيستغنى عن لعيب في الفتره القادمه، وان احنا بمجرد توفير المبالغ بنبتدي نقعد مع لعيب. وبدانا بالقعاد مع احمد خيري في الاسبوع اللي فات قبل ما يسد اللي هو محمد ابو سعود. كنا لسه هنتكلم برضه في احمد خيري، هو بيقول ان انا لسه ما وقعش لحد، بس اتمنى ان الاسماعيلي ان شاء الله هيوقع بمجرد ما يجي مع الاسماعيلي. سد اللي هو كان بيكلمني امبارح وقال لي انه جاي يوم 10 باذن الله، الشهر ده الفرح اللي اتعمل وجاي وهيوقع معاه ان شاء الله. وانا بقول يعني انا بقول للعيبه اطمنوا، احنا كمجلس اداره دورنا حاجتين: توفير المبالغ، نمره 2 رسم سياسه عامه للنادي وتبقى ناجحه. لما تبقى ناجحه الكل هيرتاح. فانا بقول لهم اطمنوا، احنا مش هنفرط في ولا لعيب، ومش هنفرط في اي عنصر من العناصر،
وان احنا هندبر باذن الله الموارد، وباذن الله الموضوع باذن الله كله هيتحل. جميل يا استاذ احمد، وطمنتهم لان هم اكتر من حد قال موضوع ان الاسماعيلي ما قدرنيش او ان لسه قلقان من الموضوع، قلقان من الفلوس، خصوصا ان احنا داخلين على شهر اكتوبر ان في نسبه المفروض تدفع 25% للعيبه اعتقد حاجه كده، فهم قلقانين برضو موضوع الماديات. يعني احنا بنقول لهم بس اصبروا علينا، احنا لسه ما بقالناش شهر، وبنقول لهم ما تقلقوش من والبشاير الشغاله. انا شخصيا مطمن يعني. انا قلت كلمه دلوقتي في برنامجي المفروض يعني لو حد سمعني هيفهمها اكتر. المجلس ده اسعد حظا من مجالس كتير سابقا، لان في ظهره المهندس محمود عثمان والمهندس ابراهيم عثمان، ودي حاجه يعني كويسه جدا جدا جدا، وتطمن جميع اللعيبه وجميع الاجهزه وجميع الانشطه الرياضيه في النادي.